تلفزيون عادي، اما ده فهو اصغر تلفزيون حقيقي وشغال في العالم. عاملين ايه؟ كيفكم؟ شو اخباركم؟ استعدوا واربطوا الاحزمه عشان تجارب اسراء غير اي تجارب. في فيديو النهارده هنجرب اصغر 5 منتجات في العالم. طول عمرنا واحنا صغيرين كان عندنا حلم انه يكون عندنا بيت لعبه، في ثلاجه صغننه، بوتاجاز صغنن، خلاط صغير، بس كل الحاجات دي ما كانتش شغاله بجد، كانت مجرد لعبه. بس في فيديو النهارده احنا هنجرب منتجات صغيره بس شغاله بجد، وبعد ما نجرب كل منتج هنحكم عليه ونشوف هل هو شغال فعلا زي المنتج الاصلي ولا مجرد لعبه. اول منتج انا ما تخيلتش ولا صدقت مهما شفت فيديوهات عن المنتج ده انه هيطلع شغال، بس الحقيقه انه طلع شغال وشغال حلو قوي كمان. تلفزيون والله انا عارفه ان انتوا كمان مصدومين، انا كمان كنت مصدومه. قعدت اتخيل طب ما انا ممكن وانا خارجه اخده معايا وانا راكبه مثلا في الباص او محطاه قدامي وقاعده اتفرج على التلفزيون براحتي في الشارع. هو ده شكله، عباره عن تلفزيون صغير وكمان معاه ريموت. يا جماعه معاه ريموت صغنن، الريموت اصلا قد التلفزيون، لازم اوريكم. هو ده حجم التلفزيون، طوله حرفيا اقصر من اقصر صباع عندي، وانا اصلا صوابعي صغيره. يا جماعه مش هتصدقوا، حجم التلفزيون قد حجم الريموت بتاعه، يعني الاتنين قد بعض. طب كنتوا صغروا الريموت شويه، يعني خلوا الريموت صغنن عشان ده تلفزيون صغنن. لا، الريموت قد التلفزيون. طبعا كل ده انتوا مفكرين يا اسراء ده تلفزيون لعبه صغنون امور، بس هو مش شغال. لا شغال، عشان ده المنتج الوحيد اللي انا جربته قبل ما اصور، وهو شغال. هوريكم. بندوس هنا، شفتوا فتح ازاي؟ لا وكمان جواه فيديو لتلفزيون اصغر منه. انا متخيله الكياته. ومش بس كده، احنا كمان نقدر نغير القنوات اللي عليه. بصوا ايه ده، غيرتها تاني. الاختراع ده عظيم. وعشان الاختراع ده عظيم، في اول فيديوهات لازم اتفرج عليها على التلفزيون ده لازم تكون فيديوهاتي. جاهزين تشوفوا فيديوهاتي على اصغر تلفزيون في العالم؟ استنوا يا جماعه، لازم نعلي الصوت. ممكن نغير كمان ونتفرج على فيديو تاني. كفايه كده يا جماعه، هتتفرجوا على الفيديوهات كلها على التلفزيون ده مش هيستحملكم. دلوقتي اكيد هتسالوا نفسكم طب ايه هي فايده الريموت؟ هل هو شغال فعلا ولا لعبه؟ هنجرب دلوقتي. المفروض لما ادوس على الزرار ده الفيديو يتغير. وات؟ تاني كده، تاني. خطير، واديله 10 من 10 وطلع شغال فعلا زي المنتج الاصلي. المنتج اللي جاي حجمه في الحقيقه قد كده بجد، يعني مش صغير خالص. فكره ان هم عملوا منه منتج صغير انا مش عارفه هم عملوها ازاي، بس هنجرب. والمنتج اللي جاي هو مكنسه. انا المنتج ده مش عارفه هو شغال ازاي، يعني بيشفط التراب الصغنن، بيشفط الزباله الصغننه، انا معرفش. يا جماعه جاي معاها 4 رجلين صغننين بيتحركوا عشان تبقى زي المكنسه بتاعت البيت بالظبط، اللي هو تتحرك معاكوا. واو. المفروض ان هو شغال باليو اس بي، فهنوصله. وبعد كده انا دي مش عارفه المفروض استنى يحيى ما تقولش عشان عارفه ان انت اكيد عارف، بس انا ينفع اكتشف بنفسي. طب ما فيش فتحه خالص يحيى، انت عارف بجد؟ في فتحه يحيى، طب قول في فتحه. انا ما شفتش، اقسم بالله والله ما شفت، وحياه ربنا ما شفتها. يحيى على فكره مش هنا غالبا، مش هنا. طب بنحطها فين يا جماعه؟ لو هي هنا مش بتتحط بجد. ايه ده اتحطت، مش شغاله. طب ينفع اجرب؟ يوه نفسي اجرب اشغل حاجه بنفسي. انا بحسني غبيه في اي حاجه بتشتغل، يعني اي حاجه محتاجين نشغلها انا غبيه. تقوليش على نفسك كده. لا عادي مفيش مشكله خالص. جميله قوي. المفروض دلوقتي انه المكنسه دي تشتغل وتعمل الواجبات اللي عليها وتشفط اي حاجه احطها قدامها، حرفيا ماليش دعوه، تتصرف. هقطع لها ورق صغنوني، لا اصغر، ده كبير. صغنوني، بصي بقطع لك ورق صغنن خالص. لو ما شفطتيهوش هتبقي فاشله، هتبقي حرفيا مكنسه فاشله. انا هشوفك مكنسه فاشله. انت ما بترديش ليه؟ على فكره المكانس الكبيره بترد. دي مشكله المفروض تصلحيها، بس عادي هنجرب.
طيقاني المكنسه دي. هنجرب دلوقتي ونشوف هل المكنسه الزغنطوطه توطه دي تعرف تلم كل دول ولا لا. انا واثقه فيكي. يا اختي يا اختي، صوتها اكبر من حجمها بكتير. بسم الله. لا ايه ده ايه ده ايه ده يا يحيى؟ ايه ده؟ يحيى بجد عماله تشفط كل حاجه. بالظبط. ايوه. اوه ماي جاد، شغاله يا جماعه شغاله. واو. ايه ده؟ لفتيهم تاني ليه؟ لا لازم تبلعيهم. لا دي كمان دي كمان. جماعه الشيء ده خطير، طلعت فعلا بتشفط، شفطت الورق كله. خطيره، انتي خطيره، وعشان كده هديها 9 من 10، وهي فعلا بتعمل زي ما بيعمل المنتج الاصلي. المنتج اللي جاي اكتر منتج في المنتجات الخمسه كلها اللي انا شاكه، مش بس شاكه، متاكده ان هو مش هيشتغل، مستحيل يشتغل. كاسيت، مش اسمه كده؟ إيه اسمه ايه؟ سبيكر، بوم بوكس، البتاع اللي يطلع اغاني صغير، والمفروض ان هو يطلع اغاني. طب ازاي؟ اهو ده شكله يا جماعه بالظبط شبه المنتج الاصلي. يعني بجد يا جماعه لو حطينا صوره المنتج الاصلي هنا وده هنا هتحسوا ان مفيش فرق خالص، بس المهم ان هو يطلع شغال بالنسبه لي. اوكي ولا يهمنا، عادي خالص. اعمل ايه بقى يحيى؟ اعمل ايه؟ بصي هو دوت هدخله هنا. ماشي صح 100%. بس انت ممكن تشغليه من غير ما تدخليه يا عم. ازاي؟ دوسي على زرار الباور. فين؟ مش شغال بس هديله فرصه ونجرب نحط البتاع ده. ما بيخشش، مش شغال. قلت لك ان هو هيطلع مش شغال، بس هديله فرصه. مش بتدخل عارفه انت مشكلتك ايه؟ ان انت ما عندكيش صبر في الحاجات دي. انا مش صبوره، انا عايزه الحاجه تخلص بسرعه. هاتي طيب اتفضل. ما نشوف اخرتها. انا بعترف لك انا انسانه غير صبوره. غلسه قوي. دخلتها ازاي؟ دخلت في لحظه، بس لازم يعني تشوفي انت بتدخليها ازاي بس. تقصد ايه؟ لا مش هتكلم معاك، بس هنتخانق بعد الحلقه. اوعدك خناقه من اللي قلبك يحبها، عشان انت غالبا قلت عليا غبيه. لا من غير ما تقصد قلت عليا غبيه. قلت لي اللي المفروض تشوفي انت هتحطيها ازاي وبعد كده تحطيها. يعني ده معناه ان انا غبيه ما بعرفش اشوف او عاميه. لا حلو. انت متسرعه بس. لا يحيى تهزر ولا استهبل؟ ما اقصدش. مستعده للخناقه؟ ده انت هتشوف ايام انا جاهز. جماعه انا دلوقتي هشغل فيديو ليا واشوف السماعات دي هتشغله ولا لا. لو شغلته هتصدم. في صوت في صوت بس واطي قوي. طب اعلي كده. مصدومه. يحيى شغال. هو الصوت ده منه مش من الموبايل. والله العظيم اهو. يحيى خد الموبايل وابعد بعيد عشان بس يتاكدوا ان هو من ده. يحيى دلوقتي بعد بتاع 3 متر. يا لهوي شغال. جماعه المنتج ده اختراع بجد، لانه تخيلوا ان انتوا خارجين مع صحابكم في الشارع وفجاه تكونوا عايزين تسمعوا اغاني، فبدل ما تقرروا تطلعوا الموبايل وتسمعوا اغاني عادي بطريقه ممله جدا، انت فجاه او انتي تطلعوا الكاسيت بتاعكم من جيبكم وتشغلوا عليه الاغنيه اللي انتوا عايزينها. متخيلين قد ايه الموضوع ده كول؟ انا حاساه كول قوي، مش عارفه، عاجبني الصراحه. وهعمل كده يعني اما اكون خارجه مع اي حد واقوم مطلعه الكاسيت بتاعي من جيبي هشغل لكم اغنيه دلوقتي. حاسه انه هيبقى شكلي وحش قوي صح؟ لا هيبقى شكلك يعني عبيط شويه. لا حول ولا قوه الا كده بالله. هنتخانق. فانت بقى بتطلع اللي جواك كله. قال لي غبيه، قال لي ان انا ما بشوفش، وقال لي دلوقتي ومتسرعه، واخر حاجه معلش وعبيطه. مش عارفه من غير الزوج المشجع لزوجته كنت عايشه ازاي. فعلا مش عارفه. المهم المنتج ده انت مش هتتكلم خالص طول الفيديو ده، فاهم؟ فيا جماعه باختصار المنتج ده طلع بيعمل نفس اللي بيعمله بالظبط المنتج الاصلي. المنتج الجاي بقى منتج محدش فينا يقدر يستغنى عنه. انا متاكده ان هو موجود في بيت كل واحد فينا، وهو الخلاط. مين فينا ما بيخشش في الصيف وهو حران ويعمل له عصير ليمون، عصير فراوله، عصير برتقال؟ لا البرتقال ما بيتعملش في ده، بيتعمل في اللي هي دي. ما بيتعملش في الصيف، بيتعمل في الشتاء بجد. المهم ان احنا بنستخدم الخلاط، فاهمني؟ يلا نجربه. انا مش عارفه المفروض اجرب اخلط فيه ايه، بس هجرب اي. كسرته.
اتمنى اكون ما عملتش حاجه كارثه كبيره وان هو يكون ما اتكسرش، بس هو بجد استخراجه من العلبه صعب جدا. هنجرب نخلط فيه حاجه، هجيب عصير، هجيب اي حاجه اخلطها. عصير برتقان، هنجرب نخلط فيه عصير برتقان. هو ده شكله كيوت قوي، لونه تحفه، عجبني قوي ان هو لونه كده ازرق فاتح، شكله عجبني. بس المهم ان هو يعمل نفس الحاجه اللي المنتج الاصلي بيعملها، وهو انه يخلط العصير. يخلط العصير. هنفتح الخلاط ونحط العصير. يا اختي كفايه، يا لولو يا كيوت يا كيوت، عاجبني قوي. لا وفي سرعتين، 1 و2، اللي هو انا خلاط جامد وعندي سرعتين، سرعه قليله وسرعه قويه، انا مش اي كلام. فيلا نجرب الاول على اول سرعه عشان هو كيوت وصغنن. ايه ده؟ هو ده اللي انا كنت هقوله لك، هو مش منطقي ان يكون شغال كده من غير حجاره، من غير اي حاجه. ايه الغباء ده؟ صح. ودلوقتي جبنا اليو اس بي عشان نحاول نشغل الخلاط ده اللي انا شاكه ان هو عطلان، متاكده مليون في المية ان هو عطلان، بس هنجرب. هدوس على 1. نعم العصير بيتخلط جوه، واو. هدوس على 2. يجنن، السرعه زادت، يحيى السرعه زادت. خطير بيخلط بجد. انا عايزه اجرب بقى هو بيشتغل لما بنفتح ده ولا لا. جماعه بصوا الخلاط بيعمل ايه، ولا كانه اجدع خلاط في البيت. فظيع، اديله 10 من 10. والكتكوت ده فعلا بيعمل نفس اللي بيعمله المنتج الاصلي. المنتج الجاي بقى هو مبرد ميه. عارفين مبرد الميه اللي بيبقى موجود في البيوت او في المكاتب، عباره عن حاجه كده فوقيها ازازه ميه، وبعد كده بيبقى في حاجتين بندوس كده والميه بتنزل. انتوا فاهميني؟ اللي هو شكله كده، هو ده عاملينه بس على صغير قد كده او قد كده. هوريكم قد كده. مبرد الميه اهو. بنحط بقى هنا ميه او عصير في الحته الصغنونه دي، وبعدين بندوس هنا، والمفروض انه المشروب ينزل من هنا. واستنوا، مش بس كده، هو جاي معاه، بصوا جاي معاه ايه، جاي معاه كوبايتين صغننتين اهو. بصوا، لا يحيى دي احلى حاجه ممكن اكون شفتها. بصوا الكياته قد ايه، اكتر كوبايه كيوت في العالم، محدش يقنعني ان في كوبايه اكيت من دي. فالمفروض ان احنا بنجيب الكوبايه الكيوت دي وبنحطها هنا وبنضغط على الزرار ده فينزل العصير ونشربها كده. جبت عصير بطيخ وعصير برتقان عشان يبقوا لونين مختلفين ونعرف نشوف اللونين المختلفين هما نازلين من الكوبايه. يلا بينا نجرب. هنفتح دي كده ودي كده، وبعد كده نحط عصير البطيخ هنا. انا متحمسه يا يحيى قوي بجد. انت عاجباك صح؟ قوي بجد، دي فكره جهنميه. وبعد كده نقفلهم، وبعدين ناخد الكوبايه الصغنطوطه. بصوا بقى وهي نازله. يا ربي يحيى مش قادره على الكياته، مش قادره. بصوا شغاله حلوه قوي. تحب تشرب عصير بطيخ؟ يا ريت. اتفضل. يا ربي، لا بجد انا مش قادره. تحفه. ايه رايكم في المنتج ده؟ المنتج ده بالنسبه لي ياخد 100 من 10، وبيعمل احسن من اللي بيعمله المنتج الاصلي عشان بينزل عصير مش بينزل ميه. ده منتج عظيم. وبكده اصغر منتجات في العالم حرفيا تكون كسبت، لانه ال5 منتجات اللي احنا جربناهم النهارده كلهم اشتغلوا، كلهم بيعملوا بالظبط زي ما بيعملوا المنتج الاساسي. وانا بالنسبه لي بعشق حاجه اسمها منتجات صغيره. فبالنسبه لي فيديو النهارده كان من احلى الفيديوهات اللي انا عملتها في حياتي. وللاسف انا احترت ان انا اختار ايه اكتر منتج عجبني، لانه تقريبا ال5 عجبوني كل واحد اكتر من التاني. فكل حد فيكم دلوقتي لازم يدخل يكتب لي في الكومنتس ايه اكتر منتج من المنتجات ال5 اللي احنا جربناها النهارده عجبه اكتر، عشان انا عايزه اتفق على منتج احبه اكتر حاجه. وبس كده، باي.